سؤال اخر السيد الرئيس بخصوص الواد الحارق والتطهير السائل تيقول التسعير انه مابقاش خدام والقامات الرئيسيه كتعمر الاوساخ. واش كاين شي حل لهذا المشكل السيد؟ غنشوف المشكل بعدا اللي رحنا فيه ما يخص الواد الحار. ما يخص الواد الحار منذ ان تكلفت بهذه المهمه دخلت لقيت المحطه ديال التصفيه مازال على حساب المقاول. درت له واحد المراسله باش يجي يتم الاشغال ديالو باش نديرو يعني سميتو باش نديرو تسليم الاشغال، يستأنف يكمل باش ناخذوه باش نسلمو الاشغال. فاذا به كنتفاجئ بالمقاول كيقول بان باقي كيسال 64 مليون. كاش كيسال 64 مليون انا نقول ما كتسالش. درت البحث ديالي من خلال الاطلاع على الملف، داكشي اللي خادم مخلص فيه باقي كيسالنا لا روتيني كارونتي الضمان. وليت درت له مراسله قلت له بالنسبه لنا حنا داكشي اللي خادم لنا حسب دفتر التحملات راك خارج فيه. الا كتسال شي 64 مليون جيب لنا باش كتسال واجي ورينا هذا 64 مليون في ارض الواقع. ها اش خدمت هذه. فاذا به كيقول لك انا كنسال 64 مليون، خلصوني في 64 مليون. فعلا جاب واحد الدوفي، هذاك الدوفي فيه 64 مليون حسب توقيع مقامع الرئيس السابق. ايوا راه ماشي نهاية العالم وقع معاك رئيس، راه كيخصك حاجه اخرى، راه كيخصك التاشيره ديال السيد الوالي باش نضبطو بلي راك كتسالها. الا خادمها تخلص فيها، الا ما خادمهاش تخدمها وتخلص فيها. ولكن باش تخلص فيها وانت ما خادمها ما بغيتش تخدمها راه من المستحيل. يظن هذا الملف هذا تقريبا راه مده ديال عام. حنا دخلنا المحكمه، راه المقاول دخل المحكمه، الملف راه في المحكمه. حنا درنا واحد الحل ترقيعي باش ما نقيسولوش المعدات ديالو. بالنسبه لذاك الباسان اللي محطه التصفيه، داك الشارج ديال التصفيه درنا واحد البومب يعني ريزيرف. داك الشغل كله وقف، درنا بومبه ديال الجماعه اللي كتخوي عاوتاني دوك الشواج كترمي يعني الشواج من الشارج ديال اللي كيجيب من الشبكه، الشواج اللي كيديروا التصفيه. ما فيها باس السي عبد الغني، بالامكان ديالكم ديروا لها واحد التقليله وتشوفوا وتعطيو الراي العام. ما فيها باس. شكرا السيد الرئيس. مروا السائل كاين هنا موضوع طويل المشاريع. كاين نقطة مهمة كذلك تيبحثوا عليها بعض الإخوان والتي تخص كيقولوا انقطاع الماء خصوصا في فصل الصيف. كيقولوا ما هي الإجراءات المتخذة لهذا الوقوع في انقطاع الماء الصالح للشرب مجددا؟ يخص الماء فعلا العام الفايت كان وقع واحد الفويت، وبالنسبه لنا شي حاجه اللي كتكون امور ربانيه راه هذا فوق طاقتك لا تلام. ولكن شي امور اللي هي كيخصها تندار مفروض علينا نترافعنا لا على المستوى الاقليمي ولا على المستوى الجهوي. تبين لنا بان كان نقص حاد في الماء في الصناديق والفريقات. قلنا شنو هما الحلول؟ كانوا جوج الحلول اللي عطاونا ذوي الاختصاص. هادشي ماشي ديالي انا الاختصاص ديالي سير الجماعه ونترافع على المشاكل اللي فيها. هاد الحلول اللي كاينه هو بالنسبه لديك الكميه اللي كتعطى باغي ندير واحد التصفيه في سد الحسن الداخلي، تصفيه في المياه السطحيه، وفي نفس الوقت غادي يربطوا الشبكه المحليه ديال الجرف بالشبكه ديال اللي جايه من جهه تنجداد او من جهه عبر تردة عن طريق تردة.
باش يعني تكون الشبكه جايه عن طريق ارفون، وغتكون عندنا يعني الشبكه ديالنا مرتبطه بالميمه، لان حسب ما تبين لي ان المشكل كاين ما بين حلابو وما بين الكراير. عنده شي مشكل تما في الانبوب اللي كيوصل لنا حنا الماء. راه لحظه باش كيجهدوا ديك لي بار ديال الماء، اما كيطرطق في ودني فافوس، اما كيطرطق في الطريق ديال ما بين الفود وما بين الرشيديه. اذا بالنسبه للحلول اللي كاينه هما هاد الجوج، الى اي حدين ما المكتب الوطني للماء الصالح للشرب التزم بهم وراه خدام فيهم الله اعلم. الصفه هو جاي الحمد لله. هذاك النقص اللي كان نتمناو د العام ما يكونش، لان ربي رحمنا وعطانا شويه ديال هذا، وتبين بان رانا طلعات، وحتى الحكيمه ديال السد ديال الحسن الداخلي راه ارتفعت. نتمناو ما يوقعش ما نطيحوش في هذا المشكل هذا. إذا شكرا سيد الرئيس. سؤال آخر حول حالة المجزرة البلدية، وهل هناك نية لإصلاحها أو بناء مجزرة جديدة تليق بالمدينة؟ شكرا سيد الغني. في الحقيقة أول زيارة كانت لي من بعد ما تسلمت هذه المهمة هي زيارة المجزرة، وفي الحقيقة هذه المجزرة ما عرفتش باش نعبر. مجزرة في واحد الحالة اللي يرثى لها. من تما فكرنا باش خصنا إما نديرو مجزرة جديدة، إما خاص الإصلاح. مشينا في التوجه ديال مجزرة جديدة، لقينا بأن القوانين والمساطير في هذه اللحظة هذه راه لا تسمح أننا نديرو مجزرة جديدة، لأن التوجه الوطني هو أننا ندير واحد المزجرة جماعية. مقابل هذا قلنا ما نبقاوش نكتفوا اليدين. إذا وجدنا واحد الدوفي للإصلاح في الأسابيع المقبلة إن شاء الله. هو الدوفي موجود بالنسبة للمجزرة لاباطوار، هو الدوفي موجود. نتمنى الله نتوفقوا باش يعني ياخذ هادشي مقاول صفقه يعني هذا الدوفي هذا يخدم لنا شي مقاول اللي في المستوى اللي درنا داكشي اللي بغينا باش هذيك المجزرة تصلح وتنقى وما تبقاش بهذاك الشكل هكاك. إذا شكرا سيد الرئيس. هناك سؤال حول تجديد أسطول شاحنة نقل الأزبال بدل هذه الشاحنات التي تشوه المنظر المدينة، وتجهيز العمال العربيين بلباس محاذ وعربات جر لجمع الأزبال تليق به. في الحقيقة بالنسبة للطريقة باش حنا خدامين حنا بهاد الشاحنات العاديين ما بقاش واحد كيخدم بهم. فكرنا باش نجددو الأسطول. خدينا واحد الصفقة، خدينا واحد البيتاسوس، واحد الحافلة ديال يعني بمواصفات ديال نقل النفايات. رحنا في المساطات ديالها باش نقادو لها المسائل ديال التأمين وديال الورقة ديالها باش تسجل، وغادي ننطلق ريتنا يعني نحاول ما يمكن نحاولوا نشريو واحد الشاحنة ولا جوج أخرى باش نحيدو علينا هذا الأسطول القديم. مش غنحيدوه نرميوه، ولكن غادي نكلفوه بمهمات أخرين لأن جات حاجة ماسة لهاد الأمور. إلا ما خدم النظافة يخدم السقي الأشجار، إلا ما خدم السقي الأشجار يخدم حاجة أخرى. كاين أمور اللي خصها تخدم. كاين سؤال آخر بعلاقة بالجمعيات، كيقول لك لماذا تحرم الجمعيات من الاستفادة من حافلات الجماعة باستثناء جمعية وحيدة ووضع شروط تعجيزية من أجل الاستفادة؟ واش كاين هذا الأمر؟ لا أظن أننا كنحرموا شي حد، بالعكس حنا كنشجعوا الجمعيات، إلا أن بالنسبة للحافلة ديال الجماعة راه طبيعي موافقة السلطات المحلية. أما لا يمكنش تعطي حافلة وما جايبليش الموافقة ديال السلطة، لأن المجلس تحت يعني المجالس المنتخبة يعني تحت إشراف ديال السلطات ديال الداخلية. السلطة الوصية على المجالس هي السلطات يعني هي وزارة الداخلية. اللي يحتاج شي حاجة مرحبا، ولكن أخويا سيرجيو لي الموافقة ديال السلطة باش كل واحد يتحمل مسؤوليته، ويعني أنا كنكون مأمن راسي. إذا شكرا السيد الرئيس.
السؤال الاخر عنده علاقه بالجماليه المدينه وبالشارع الرئيسي ديال مدينه الجر، اللي هو يعني شارع كيقسم المدينه اظن على جوج جهات. يعني بخصوص هذا الشارع كنظن انه خصو يلقى واحد الاهتمام اكثر من بقيه المشاريع. اش كتقولوا في هذه النقطه سي رئيس؟ فيما يخص جماليه المدينه، قبل ما ندوز للشارع، الجماليه ديال المدينه راه كتعتمد على 3 محاور اساسيه. المحور الاول هو النظافه، المحور الثاني هو الاناره العموميه بقوه، المحور الثالث هو المساحات الخضراء. فيما يخص التشجير، احنا الحمد لله طلقنا عمليه التشجير غاديين بها بديناها. احنا كنحاولوا ما امكن قدر المستطاع اننا نخلقوا واحد المساحات خضراء باش يلقاو واحد المتنفس الساكنه ديال الجرف. حنا خدامين في واحد المتنفس حدا الليسي ديال نخلقوه ونردوه متنفس باش يحاولوا ما يمكن يستافدوا منه الناس اللي يعني جايين في الدخله. بغينا نخلقوا واحد المتنفس امام المقرب، وبغينا نخلقوا واحد المتنفس اللي في الخرجه ديال حدا المؤسسه، حدا الاعداديه ديال الجرف. فيما يخص الشارع، منذ ان تولينا هذه المهمه هذه لقينا واحد تقريبا 500 مليون كتسال للجماعه من طرف المقاول اللي خدم الشطر الاول. بغينا نبداو العمليه ديال الدراسه ونبداو العمليه ديال الترافع، كنلقاو بعد هاد 500 مليون بلوكيانا خصها تخلص. فعلا مشينا ترافعنا من طرف وزاره الداخليه، جبنا 500 مليون، خلصنا. بدينا في الدراسه ديال الشطر الثاني. الدراسه ديال الشطر الثاني تقريبا واحد 15 مليون ديال الدرهم، يعني بما يساوي واحد 1.5 مليار. حنا درنا دراسه، صيفطنا الملتمس ديالنا، السيد هو اللي مشكور، طلق داك الشيء، عطى الموافقه ديالو. العمليه غاديه جد ممتازه. الداخليه واجبتنا، صيفطنا وصيفطوا الوثائق باش نعقدوا اتفاقيه شراكه جديده من غير على اساس الشطر الثاني. الاسبوع المقبل كنت في وزاره الداخليه في الملحقه ديال الجامعات بوزاره الداخليه. الحمد لله الملف ديالنا راه في مراحل متقدمه. شويه الوقت راه حتى حاجه ما كتجي مزلوبه، راه ان شاء الله الرحمن الرحيم. راه حاطين واحد النظره شموليه على الجرف، على المشاريع اللي تخص الجرف، حاطين نظره شموليه حول الطموح الساكنه ديال الجرف. راه عارفين اش باغيين، حنا عارفين الناس ديال الجرف شنو باغيين، راه داكشي اللي باغيين غير نخدموا عليه. نقدروا نوصلوا 50%، نقدروا نوصلوا 70%، نقدروا يعني باش ما يكون التشرع ما يمكنش، ولكن راه ماشي كلشي اللي قلناه غادي نقدروا نوصلوه. حنا الخدمه حنا خدامين، اللي وصلنا الله يسخر، حتى اللي ما وصلناهاش حنا كنترافعوا عليها، وكنترافعوا عليها بواحد الاستراتيجيه اللي استراتيجيه مدروسه. اما كما قلت يعني خلال انطلاقات هذا المجلس، راه خدامين بفرق، ما خدامينش برئيس جماعه الجرف كرئيس بوحدو. راه كنطلقوا ديال الفريق كفريق ديال المجلس، كندوزو من المجلس كندوزو الفريق اللي هو فريق اقليمي يتكون من رئيس المجلس ديال الجامعه ورئيس مجلس اقليمي ومن نواب برلمانيين. كنمشيو عاوتاني للوطني، راه كنطلقوا كنخدموا بفريق، راه ما عمرش واحد فينا كيمشي بوحدو. راه الا ملفات الجرف كيمشي مع هذا الفريق، الا ملفات جهه اخرى راه كنمشيو بفريق. اذا راه حنا عارفين منين انطلقنا، وعارفين فين غاديين، وعارفين فين باغيين نوصلوا. شكرا سيدي. اذا شكرا سيد الرئيس، غادي نختموا هذه الحلقه هذه. شكرا للتتبع ديالكم، وشكرا الاسئله اللي طرحتوا علينا لا جامعه الجرف. الاسئله اللي توفقنا اننا نوضعوها للسيد الرئيس كيف ما شفتوا، فراه جاوب عليها. كاين بعض الاسئله اللي مكرره وبعض الاسئله ذات خلفيه او طابع سياسي. كما كتعرفوا اننا ما كنخدموا حتى شي اجندات سياسيه، نحن لا ننتمي لاي تيار سياسي معين واخا ماشي عيب، لكن في اطار الامانه اننا نوصلوا الاسئله ديال الشارع بامانه السيد الرئيس. هذا من جهه. من الجهه الثانيه راه ماشي جميع الاسئله تطرحت على السيد الرئيس، لكن كما سمعتوا
في التعليق ديالو انه قال ان الباب ديال المجلس مفتوح امام جميع المواطنين، وهذا وعد غادي يعطيه قدامكم ان شي واحد اللي جا عند السيد الرئيس وما استقبلوش او ما جاوبوش يتصل بيا كنقول السيد الرئيس وختم. هذه الحقيقه السابقه ما تحتاجش وعد، لان هذه كنديروها قبل ما نقولوها. الحمد لله الا كنا في المكتب كنا خدامين هنا، راه خدامين هنا، ما كناش خدامين هنا ما كنبحثوش على جرافه، راه في وسط الجرافه كنجلسوا، في القهوه فاش كيتقهووا الجرافه كتقهووا، في الزناقي فاش كيدوزوا الجرافه كندوزوا، يعني التواصل ما بعادش على جرافه. حنا مع جرافه راه قراب نكونوا قراب. الا ما كنا اليوم عندي نكون عند السي عبد الغني غدا، الا ما كنا عند عبد الغني غدا نقدروا نكونوا عندنا. اذا التواصل راه كيكون حتى بالمناسبات كيكون الباب مفتوح جميل، ودينا مفتوحين، قلبنا مفتوح لاي كان. الحمد لله الخدمات ديال الجماعه الكل راه كيشهد بالخدمات اللي سدات الجماعه